يا صباح الشفا من مجموعة سلسلة ماما كان عندها حق. تعالوا يلا نشوف النهاردة لون بولك بيخبر لك ان جسمك فيه اي نوع من انواع المرض لا قدر الله. لو اصفر فاتح فلون البول طبيعي، لو كان شفاف فدوت من كترة شربة المية، ولو كان اصفر غامق يبقى فيه جفاف او قلة شرب المية، ولو كان معكر يبقى فيه حصى كلى او التهاب مجرى بولي، لو كان لونه احمر وجود الدم او الصبغات او بعض الادوية نزل في البول. طيب لو كان بقى لونه برتقاني يبقى فيه امراض في الكبد والمرارة مع تغيير لون المخرج بتاعه. لو كان لونه بني فمعنى كده ان حضرتك تناولت بعض العقاقير زي الفلاجيل او في قصور في الكلى في عمل الكلى بتاعتك لا قدر الله. طب لو كان اخضر يبقى التهاب في المجرى البولية او في صبغات غذائية نزلت مع مخرجات البول. لو كان بيحتوي على رغوة فمعنى كده هو ان فيه بروتين وفي كمان قصور في الكلى، الحق نفسك وروح للدكتور. لو كان بقى لونه ازرق معنى كده هو في زيادة في نسبة فيتامين د او في الكالسيوم او في صبغات غذائية. ماما كان عندها حق، كل شوية تقولي اشربي مية، اغسلي كليتك. عارفين الكلى بتتنضف ازاي؟ بحاجة بسيطة جدا ومتناولة في كل ايد لينا، ان احنا بنجيب البقدونس وبنغلي المية بتاعته وناخد المية ونبتدي نتناولها على ريق في الصباح. دوت هيعمل على غسيل الكلى، ممكن تعمل الموضوع دهوت لمدة اسبوع وهتبقى زي الفل. ماما كان عندها حق. لو عجبتك المعلومة طب اعمل لها لايك وشير واكسبلور وشير لها الفيديو وفيد واستفيد، وزي ما فدت نفسك فيد غيرك، ودمتم في رعاية الله وأمنه وسلام.